ريني نيكول، المواطنة الأمريكية اللي اتضربت بالنار من الآيس في مينيسوتا وتوفت. وفيديو جديد ظهر النهاردة. الفيديو دوت اتاخد من الكاميرا بتاعت الهدوم بتاعت واحد من الايجنت الآيس اللي كانوا واقفين هناك. الفيديو الجديد بيظهر ان حصل جدال ما بين الآيس وما بينهم. كان الموضوع مجرد كلام، ولكن طبعا المفروض ان اي مواطن طبعا يتبع التعليمات بتاعت الشرطة. الآيس مش شرطة، الايس هم في قوات فيدرالية، ولكن هم ليس لهم علاقة باليو اس سيتيزنز او المواطنين الامريكيين. هو مش من حقه يتعامل معاك، ولكن انت برضه مش من حقك ان انت تعترضه. هم يعني كانوا بيرخموا على بعض، فطبعا الشرطة من حقها ان هي تقول لهم طب اقفوا بقى انزلوا. فالايجنت جاي تفتح الباب وبتكلمها، فالتانية بتخلع بتهرب. الفيديوهات ما بتبينش ان رينيه كان عندها نية ان هي تخبط حد على حد اللي احنا شايفينه في الفيديوهات لغايه دلوقتي. والدليل الاعظم الناس كتيره بتتكلم عليه دلوقتي العجل، الكاوتشات، ان هي لفتها الناحيه التانية، يعني هي ما كانتش رايحه تموت الضابط زي ما بيتقال. الفيديو الجديد لما تبص عليه هتحس ان مبين اكتر ان هي بتهرب. وطبعا القاتل اللي هو من الايس، الاف بي اي عايز يحقق هو في الموضوع، وعايزين يظبطوا هم الدنيا، مش عايزين تدخل من الشرطه المحليه ولا من شرطة الولاية ولا شرطة المدينة. الاف بي اي بس هي اللي هتحقق في الموضوع. الضابط دوت تم تعريفه، وهو طبعا ضابط بقاله اكتر من 10 سنين في الايس، وهو كان عنده مشكلة من شهور فاتت. المشكلة ديت هو اصيب فيها، فقد يكون دوت بسبب المشكلة ديت ان هو بدأ يتصرف بشكل اعنف بشكل مباشر من اول ما حصلت الحادثه. في محامين دلوقتي بيتكلموا ان ضباط الشرطه والضباط بشكل عام عندهم 5 ليفلز او 5 مستويات من التعامل مع اي مشكله يشوفوها. بتبدا من رقم 1 اللي هو قمه الهرم، وده اللي بيبقى اقل في التعامل، اللي هو في الغالب بيبقى بالكلام، وتبدا الموضوع يزيد لغايه رقم 5 اللي هو اعلى حاجه في حاله العنف وفي حاله الخطر الشديد، وشايفين ان الموضوع خارج عن السيطره وهيحصل وفيات وهو خايف على حياته وكده، وده اللي بيتعاملوا فيه بالرصاص الحي. الليفلز الاولانيه ديت المفروض ان الضابط يتعامل بيها الاول، الا طبعا لو في خطر. هو ساب كل دوت ودخل على الرصاص الحي، ما استخدمش الرصاص المطاطي، ما استخدمش ان هو يضرب الكاوتشات بتاعت العربيه، ما استخدمش ان هو يضرب على العربيه، ما استخدمش الالكتريك شوكس، ما استخدمش اي حاجه، هو دخل عليه على طول. فالدنيا هيحصل ايه في الموضوع دوت؟ لان الدنيا مقلوبه ومحدش ساكت. خلينا نتابع وخلينا نشوف. شاركونا برايكم على الموضوع. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامه.